السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين، رمضان مبارك يا رب عليكم وعلينا وعلى أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة بقى قلنا إيه، نعمل حاجة حلوة كده بعد الفطار بإذن الله. حاجة سهلة وبسيطة وكلنا بنحبها. الإيه، القطايف. طبعا هي جاهزة بره، بتتباع جاهزة، بس قلنا نعملها في البيت بأبسط حاجات ورخيصة وسهلة ومش مكلفة. عبارة عن إيه المقادير بتاعتنا؟ عبارة عن كوباية دقيق وكوباية مية دافية. خلاص. وبعد كده عندنا ذرة ملح، حاجة بسيطة خالص اهي. ومعلقة صغيرة اللي هي معلقة الشاي خميرة. ومعلقة برضو صغيرة سكر. هنحط المقادير كلها عندنا في قلب الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. كله على بعضه في قلب الخلاط. حاجة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وهتقومي تعمليها في ثواني، في 5 دقايق هتعمليها. هنضرب بقى المقادير دي كلها في الخلاط عندنا. ضربناها خلاص في الخلاط لحد ما شايفين، بتضربيها لحد ما تلاقي فيها فقاعات كده اهي. بعد كده هنعمل ايه؟ عندك بقى طبعا عندك ازازة، انا جايبة ازازة اهي، والغطا بتاعها اهو خرماه من فوق. ما عندكيش ازازة هتحطي برضو بشفشق، بس يكون له بوز او كبشه. هنسمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزلها في الازازه زي ما احنا شايفين. فضيناها بقى في الازازه بتاعتنا اهي. خلاص. هنسيبها بقى لحد مثلا قولي ربع ساعه، 10 دقايق. خلاص. وبعد كده بقى هنبدا نسويها. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طلعنا طبعا كميه اهو. بسم الله ما شاء الله. شايفين التخمير بتاعها؟ شايفين؟ ومستوية من تحت، جميلة. أول ما تلاقي الخروم بتاعتها متخرمة كده، أعرف إن هي ناجحة. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يجعله شهر مبارك عليكم وعلى أمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. طبعا احنا حاطينها في ازازة وخرمها من النص. بس شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. طبعا هتعمليها كل يوم في بيتك، حلويات بقى بعد الفطار. قطايف عسل عسل. شايفين اللون والتسوية؟ جميلة ما شاء الله. الكمية اهي. بسم الله ما شاء الله. شوف الكمية قد ايه. شايفين الكمية طلعت قد ايه؟ من كوباية دقيق واحدة.
يعني خلاص هتبقى ايه القطايف عندنا جاهزة وسهلة، ولا عدناش هنشتريها من بره تاني.